الرياض، حيث يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني المباراة الختامية لدوري كأس سموه بين فريق الشباب وفريق الرياض. إلى هناك ونتمنى لكم طيب الأوقات. من أيام الرياضة السعودية نحييكم وطني الذي سيشرف وحفظه الله هذا المهرجان الرياضي الكبير. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد البكر يحييكم ويرحب بكم ويسره أن ينقل لكم. ترجع مرة ثانية إلى صالح النجراني، عمر الكرة بحاول يعدي لكن تنقطع. عون عنزي بحاول يبدأ هجمة مبكرة جدا للشباب ناحية اليمين. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، تعبيرا عن شكر الرئاسة العامة لرعاية الشباب وشكر سمو الرئيس العام لرعاية الشباب التي يعتز ويفتخر بها أبناء وطننا الغالي. لهذه المباراة ولشباب هذا الوطن وضربة حرة. نشوف لاوديو اللعب. قوية جدا 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 في القام وفي المرمى. أول هدف في المباراة قوية جدا جدا جدا. هدف طول. شوف هذه الحائط في القائم وبطولة رياضية وبطل جديد وأبطال جدد. والله يستاهلون والله يستاهلون. الرياض بالسمو الملكي ولي العهد. عموما كانت لنا المباراة. عموما أيها الأخوة والأخوات، هذه الاستراحة، هذه الإعادة. بطل ويسعدنا أن يكون بطل دائما، لكن الرياض في هذه البطولة أثبت أنه فريق. صد الكأس الغالية، كأس صاحب السمو تواد ولي العهد الأمين. لهذه المناسبة الكبيرة التي قاد فيها المباراة النهائية على كأس سموزي كابتن فريق نادي الشباب الذي حقق المركز الثاني في هذه المباراة وحقق الكثير من البطولات قبل هذه البطولة. تشرف بالسلام على سموه. وها هم لاعبو الشباب ورئيس الحرس الوطني ويتسلمون الهدايا التذكارية والميداليات الفكرة عزيزة وغالية على قلوبهم جميعا، وبصرف النظر عمن يفوز فالجميع الإداري. هدية تذكارية من سمو الأمير سلطان بن فهد بن ناصر عضو شرف النادي ونادي الرياض رئيس نادي الرياض في هذه اللحظات سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن ناصر يتشرف بالسلام على سمو العهد ويستلم الكاس. وكابتن فريق نادي الرياض صالح النجراني يرفع في هذه اللحظات كاس حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ويتلقى التهاني من سمو اللحظات لن ينساها الرياضيون ولا منسوب فرق هذا العام ونتائجهم الكبيرة التي حققوها ولي العهد التي يحققها نادي الرياض للمرة الأولى في تاريخه، وأضفى بذلك على هذه المسابقة كوادرها الفنية والإدارية قادرة إن شاء الله، ومن خلال لاعبي كأس العالم من خلال هؤلاء اللاعبين أثبتوا مهارة رائعة في التعامل مع المعطيات الجديدة في عالم كرة القدم. ما زال لاعبو وإداريو نادي الرياض يعبرون عن فرحتهم بتسلم كأس سمو ولي العهد لنادي الرياض
إدارة ولاعبين وجماهير هذه المناسبة وهذا الفوز وهذا الانتصار الكبير. سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن ناصر رئيس مجلس إدارة نادي الرياض، وهي عبارة عن مجسم